السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتعرف إزاي نقدر نحسب السن في أول أكتوبر أو في أي تاريخ أنت تختاره بناء على معلومية تاريخ الميلاد بتاع الشخص المتقدم ليك. في المدارس بنيجي أول بداية كل سنة كده بداية في الأجازة بيبقى في ناس بتقدم على المدارس، فبيبقى فيه شرط سن معين وبعد كده بيقدروا يحسبوا السن في أول أكتوبر، وبعد كده بياخدوا العدد المطلوب للمدرسة. فلو مثلا المدرسة مطلوب فيها 50 فهو بيرتب الناس دي تنازلي ويشوف أول 50 ويعملهم. طبعا الكلام ده بياخد وقت ومجهود من بعض السادة المدرسين والإداريين اللي موجودين جوه المدرسة. فهنا عملنا شيت إكسل بسيط جدا يقدر يحل لنا الجزئية دي، يقدر يطلع لنا السن في أول أكتوبر، وكمان يقدر يفلتر لك الناس دي بشكل سهل جدا وسريع، بحيث ان هو لو انت قلت له انا محتاج اول 10 او اعلى 10 اشخاص في دول بناء على السن بتاعهم، فبيجيبهم لك. قول له طب انا عايز 20 فيطلع لك 20 واحد. طب هنا هنلاحظ بس في ال20 هو جايب 21، ليه جايب 21 شخص؟ لان هنا في اتنين نفس الايه السن بالظبط، نفس تاريخ الميلاد. اوكي، فلو قلت مثلا انا عايز اول 50 اعلى 50 واحد، فهنا بيجيب لك اعلى 50 شخص تنطبق عليه الشروط. تمام، وبناء عليه او عايز 30 وهكذا. طيب الملف ده اتعمل ازاي؟ تابع معانا الفيديو ده وانا اوضحه لحضراتكم ان شاء الله. دي الداتا موجودة قدامنا بدون اي حاجة خالص. اول حاجة احنا هنشتغل على معادلات، فطالما هنشتغل على معادلات فيها تدخلات كتير، الافضل ان احنا نحول الكلام ده لتيبل علشان نقدر نتعامل معاه بشكل سهل جدا وبسيط زي ما احنا قلنا قبل كده. انت هنا عند حضرتك في بداية التقديمات الطالب بيقدم الاسم وبيكتب لك تاريخ الميلاد بتاعه، او يكتب لك اسمه وتاريخ الميلاد والايه والرقم القومي. فحضرتك ممكن ببساطة من خلال الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده تقدر تستخلص تاريخ الميلاد من الرقم القومي بتاع الطالب. ده لو حضرتك حابب ممكن ترجع ليه في الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب انا دلوقتي هنا عندي الاسم وتاريخ الميلاد ومحتاج اطلع بقى منه الداتا بتاعتي، اللي هو الطالب بتاع عمره قد ايه في اول اكتوبر، كم سنة وكم شهر وكم يوم، واقدر اطلع منه ايه الناس اللي هم يقدروا يخشوا المدرسة عندنا. طيب اول حاجة هنحول الكلام ده لتيبل، هنعلم على ده كده وكنترول شيفت وسهم لتحت هيقف لك هنا. هنيجي نحول الكلام ده لجدول، هنختار شكل الجدول الجميل ده وبعد كده نقول له اوكي. هنا الداتا اتحولت لجدول. طيب كده بالنسبه لي تمام. بعد كده هتيجي من التاب تيبل ديزاين هنا فوق، التاب اللي اسمها تيبل ديزاين، هتلاقي فيها عندك حاجه اسمها التيبل نيم، هتسميه اس تي يو. تمام، اختار لك انستيتيوت او اي اسم حضرتك تحب، يفضل بالانجليزي او حاجه سهله وبسيطه عشان تقدر تستدعيه. هنيجي بقى ازاي نحسب العمر. طيب علشان احسب العمر بالسنين فانا محتاجه يقول لي في اول اكتوبر، فانا هقول له هنا بيساوي، في عندنا داله اسمها ديت ديف. تمام، وبفتح قوس، احط تاريخ الميلاد الاول، بعد كده هنا كوما، وبحط اول اكتوبر. اول اكتوبر هتكتبها ازاي؟ ما بين علامتين تنصيص بالشكل ده، هكتب 1/10/2023. تمام، وانا محتاج ايه من الكلام ده؟ محتاج الير، هقوم حاطط هو الواي واقوم قافل. كده احنا جبنا الايه العدد السنوات. تمام، فالطالب ده عنده 5 سنوات. طيب في طريقة تانية أفضل، إن أنا بدل ما أكتب التاريخ بالشكل ده هعلم عليه وأكتبها بالدات دالة اللي اسمها ديت اللي إحنا شرحناها في الفيديو السابق. الميزة في الدالة دي إنها بتخليك تكتب السنة لوحدها والشهر لوحده واليوم لوحده، وده بيرجع ليه؟ لأن ممكن يكون الفورماتس بتاعت الجهاز اللي عندك، التنسيق بتاع التاريخ في اختلاف، فممكن أنت ما تاخدش بالك أو يحصل مشكلة معينة، فلا الأفضل دخله بالشكل ده. طيب خلينا ندخل التاريخ. فأنا هكتب السنة هنا 2023، السنة اللي أنت عايز تشتغل عليها. بعد كده هتيجي على الشهر هتكتب شهر 10، وهنا اليوم هتكتب يوم 1/10 وهتقول له انتر، فبتطلع لك نتيجة، ودي أفضل من التانية بكتير. نفس الدالة اللي احنا اشتغلنا عليها دي بالظبط هنسخها اهو، وهشتغل عليها في الايه في المانس في الداي. هاجي نقف في المانس احط نفس الدالة، بس بدل ما انا هنا هختار الواي هقول له الايه الواي ام واقول له انتر.
بعد كده نفس الكلام بالنسبة للدي، هقوم قايل له هنا ام دي واقول له انتر. طبعا الكلام ده احنا شرحناه في الفيديو السابق اللي هي الديت ديف، تقدروا ترجعوا له. فهنا عندنا هنا الواي هيجيب لك السنة، الواي ام هيجيب لحضرتك الشهور المتبقية بعد حذف السنين. تمام. وبعد كده الأيام المتبقية من الشهور. تمام. فهنا بيقول لك الطالب الأولاني ده مواليد 2017 شهر 12 يوم 22، فهو الوقت ده حاليا بتاريخ 1/10 هيبقى عنده 5 سنين و9 شهور و9 أيام. طيب كده تمام. فأنا كده حسبت الإيه، السن في 1/10. طيب نيجي بعد كده، أنا دلوقتي عايز أطلع أعلى ناس. طيب أعلى ناس إحنا ممكن نعملها بأكتر من طريقة. إيه هي أكتر من طريقة؟ ممكن أنا أستخدم الجزء من هوم هنا وأختار الجزء الخاص بالسورت، وأقوم قايل له هنا كاستم سورت. كاستم سورت هنا هقول له إيه لو سمحت هات لي أعلى سنة. أقول له هات لي اللارج الأول، بعد كده رتبهم لي التاني، أقول له المانس، أقول له أعلى شهر، بعد كده ضيف لي ليفل كمان، هات لي باليوم، هقول له أعلى الأصغر، وهقول له أوكي. كده هو رتب لي الناس دي بالشكل ده. فأنا عايز أول 50، ففي الحالة دي إحنا رتبناهم بالشكل ده، فأنا عايز آخد أول 50 واحد. فأنا هعلم هنا أول 50 أهو، هاخد بياناته. تمام. طب أنا عرفت دول أول 50 منين؟ هتلاقي عندك حاجة تحت إن هو اسمها كاونت 50. أوكي. طيب بسيطة. طب أنا عايز بطريقة تانية، هاجي هنا وأقوم قايل له بس هاجي بعيد عن الجدول، يعني الجدول ده نهايته هنا، هسيب بس مسافة فاضية هنا، وأقوم قايل له هنا سيكونس، وأقوم قايل له هات لي أول 50، قافل وأقوم قايل له انتر. هنا جاب لي أول 50، هنزل أبص كده يبقى ده الصف اللي فيه ال50 واحد، يبقى هم دول من الأول لغاية الفوق، دول أنا اللي هاخدهم. كده أنا ببساطة خدت إيه أول 50. طيب الطريقة دي صعبة شوية، أو يعني أنا ليه أنا خلاص هو السهل بالنسبة لي إن أنا جبت العمر خلاص تمام. طب أنا ليه أصعب على نفسي وأقعد أجيب بالشكل ده؟ في بقى طريقة تانية أسهل وهتريحني جدا، إن أنا ممكن أعمل الكلام ده بشكل أوتوماتيك، هو يعمل سورت ويظبط لي الكلام ده كله. طيب نعملها بقى إزاي؟ هتيجي هنا هستخدم العمود الأخير اللي احنا حاطينه اسمه الدايس ده، نفس الدالة اللي احنا خدناها فوق دي، هقول له هنا كوبي وبيحطها هنا، وأقول له المرة دي هات لي الداي بس. هنا هو جاب لك الشهور اللي شاف السنين والشهور والأيام، بس هنا ده عمرك باليوم، يعني أنت الطالب ده عمره باليوم لغاية تاريخ 1/10، يبقى الشخص ده عمره بالأيام لغاية تاريخ 1/10. فبالتالي هستخدم بقى دالة اسمها إيه؟ فلتر. دالة اسمها فلتر. طيب عشان استخدم الدالة اللي اسمها فلتر هستخدم دالة اسمها فلتر، ودالة اسمها سورت. تمام. ودالة اسمها لارج. طيب الفلتر هتفلتر لك الداتا، السورت هترتبهم لك، اللارج هتجيب لك اعلى حاجه. طيب عشان نفهم فكره الداله اللي هي اللارج دي، انا لو قلت له هنا ايكوال لارج، وقلت له مثلا العمود ده اللي هو الدايز ده كله، تمام، قال لي يا ستودنت دايز، انا عايز الدايز كلها، وقلت له هات لي اعلى واحد. اعلى واحد جاب لي هنا كام؟ 2462 يوم. يبقى هو هنا جاب شخص اللي هو 2462 يوم. الشخص ده هو أعلى واحد عندك. ليه أعلى واحد عندك؟ لأن هو الشخص ده اللي هو أكبرهم سنا، اللي هو أكبرهم سنا. طب خلينا كده نعمل ترتيب تنازلي هنا. تمام. بص هنا ده أعلاهم سنا مونيكا أرمسترونج، دي أعلى واحد فيهم في السن. فهنا لما قلت له لارج 1، يعني قلت له لارج واحد، هنا قلت له لارج. تمام. وقلت له ايه الحاجه اللي انا عايز اشوفها، الاري او المدى اللي انا عاوز اعمل تيست عليه عشان اجيب اعلى رقم فيه. فانا قلت له هنا هات لي اعلى واحد. طيب انا قلت له هات لي اعلى اتنين. تمام. اعلى اتنين مش معناه انه يجيب لك شخصين، لا ده هو بيجيب لك اعلى
تاني رقم. تمام، اعلى تاني رقم هنا مين؟ تمام، الشخص ده. طب اعلى تلاتة يبقى اعلى تالت رقم. تمام، يبقى تلاتة هنا اعلى تالت رقم اهو. تمام، اعلى تالت رقم هنا في الاري دي ايه؟ واحد اتنين تلاتة، اللي هو الرقم 2440. تمام، ادي 2440. يبقى ده اللارج دي فايدتها انها بتجيب ايه؟ بتجيب اعلى قيمة. يعني اللارج هنا لو انا قلت له هنا لارج 1، فلارج 1 بتساوي الماكس. هنا قلت له نفس الدالة دي بالظبط اهو، خدتها اهو، قلت له كوبي على دي، قلت له هنا استخدم لي الماكس. تمام، هي نفس دي. يبقى اللارج 1 بتساوي الايه؟ الماكس. اللارج 1 بتساوي الماكس. طب الماكس ما بتقدرش تجيب اعلى تاني شخص، اللارج تقدر تجيبها. تمام، فيبقى هنا هنستخدم الافضل نستخدم الايه؟ اللارج. تمام. طب ليه هنستخدم اللارج؟ لان انا لو قلت له انا عايز 30 واحد فهيشوف لي الشخص اللي ترتيبه ال 30 وهيجيب لي ايه؟ وهيجيب لي الرقم اللي هو بتاعه. خلاص. تمام. طيب يبقى انا كده اللارج دي تمام هتخلي الاكسل يدور على اعلى شخص في الترتيب ال 30. تمام. اوكي. طب نستفاد ايه بقى بالسورت؟ تمام، السورت هترتبهم. طب والفلتر؟ هيفلتر لك الناس اللي جايبه ايه اكتر منه. تمام، يبقى كده احنا فهمنا هنعمل ايه. طيب اوكي. اول حاجه انا هاجي هنا اهو، هقول له بتساوي فلتر. اول حاجه هقول له انا عايز افلتر. يقول لك هتفلتر ايه؟ بقول له هفلتر الداتا من اول هنا تمام لغايه هنا. حلو. او خلينا لغايه الشكل ده بس، لغايه الدي بس، ونعلم على الداتا كلها. قال لك ده الستودنتس من النيم لغايه الاي دي، لغايه الدي اللي هو الدي ده. تمام، ده اللي انا عايز ايه؟ افلتره. يبقى دي الاري اللي انا عايز افلترها من اول هنا لغايه هنا. يبقى دي الداتا اللي هتظهر، الداتا اللي هتظهر من اول هنا لغايه هنا دي اللي هتظهر. طيب ايه بقى الشرط او المعيار اللي انا هدور عليه؟ هقول له ان الدي اللي هو ده، الدايز ده ايه؟ تمام، اكبر من او تساوي. اكبر من او تساوي مين؟ انا عايز 30 واحد، انا عاوز 30 واحد او عايز اتنين. هقول له اكبر من لارج. تمام، لارج اتنين. بس هنا بيقول لك من انهي اري؟ هقول له من نفس الاري برضه اللي هي يبقى اعلى تاني واحد في العمود. هقول له هنا اتنين واقفل. واقفل كده. قال لك ايه؟ اعلى اتنين هم دول، اعلى اتنين هم دول. طب الاتنين دي دلوقتي انا عايزين نغيرها، بدل بقى ما هي اتنين تبقى تلاتة واربعة وخمسة وستة. طب انا عايز اعلى 30 واحد، فيبقى الصح ان انا هنا الاتنين دي اقوم شايلها بقى كده واقول له هي الرقم اللي مكتوب عندي فوق ده. وطبعا لازم اثبته باف 4. فهنا بالنسبة لي عمل ايه؟ كده جاب لي اعلى 30. طب انا عايز اعلى اتنين، طب انا عايز اعلى واحد، وظهر لي الداتا بتاعته. طيب انا لو قلت له انا عايز اعلى 10. طيب ناخد بالنا ان الداتا دي اصلا احنا رتبناها. طب لو كانت الداتا دي داخله بالشكل ده، مترتبه بالشكل ده، واحد اتنين تلاته مسلسل كده، هنا هتلاقيه جايب لك الاسماء اهي. ده ست سنين ست شهور، ست شهور 17 يوم، ده 16 10 15 16. فاحنا عايزين نرتب الناس دي. عايزين نرتب الناس دي. ده هنا كاتب ست سنين ست شهور، ست سنين ستة ستة وسبعة. المفروض ستة وسبعة ده يبقى قبل ستة وثمانية، يبقى ستة وسبعة ده قبل ستة وستة، والستة وثمانية ده يبقى أعلى، وهكذا. طب دي نظبطها إزاي؟ فهنا هنلجأ إن إحنا نستخدم الدالة اللي اسمها سورت. كل اللي إحنا عملناه ده هنحطه فين؟ في الدالة اللي اسمها سورت. هكتب في الأول إن هو سورت وأفتح قوس. دي أصبحت الأري اللي هيخش لي. الأري اللي ظاهرة دي هي الأري بتاعتي اللي أنا هشتغل عليه. تمام؟ بقول له هعمل سورت بناء على إيه؟ تمام، هعمل سورت بناء على إيه؟ المفروض بناء على تاريخ الميلاد. طب تاريخ الميلاد هنا العمود الاولاني ولا التاني في الاري؟ خليك في الاري اللي ظهر لك هنا دلوقتي، العمود الاول ولا التاني؟ العمود التاني. فاقول بناء على العمود التاني واعمل كوم. عايز ارتبه تصاعدي ولا تنازلي؟ ارتبه تصاعدي. ليه؟ عشان يبقى التاريخ الاقدم هيبقى صغير.
تمام. فانا اقول له تصاعدي واقفل القوس واديله انتر بس. هنا حط لك اهو، دي الاول، دي التاني، التالت، الرابع. يبقى هو هنا عمل ازاي؟ اول حاجه شاف اعلى 10، شاف اعلى 10 اللي هنا الجزئيه دي، شاف اعلى 10، اعلى عاشر واحد في الايه، في العمود ده، اعلى عاشر واحد وخد الرقم بتاعه. تمام. بعد كده فلتر لي البيانات من هنا لهنا. تمام. بس هيظهر لي دول وهيفلتر لي بناء على العمود ده. يبقى هيظهر لي بيانات من هنا لهنا وهيفلتر لي على حسب العمود ده اللي هو الدايز. تمام. اللي اكبر من اللارج بتاعي، وهكذا. طيب بعد كده في الاخر هقول له اعمل لي سورت للكلام ده، هيرتبه. وصلت الفكره؟ طيب خلصنا كده تمام. طيب دلوقتي انا عايز احط بقى الارقام هنا 1 2 3. تمام. هنيجي هنا نقول له سيكونس. تمام. انا عايز سيكونس هو يقول لك هنا عايز كام صف، فانا انا عايز 10، فاقول له حط لي 10. طب انا جيت هنا قلت له عايز لارج 20. حلو. فانا عايزه يكمل لي بقى لغايه 20، اقعد اكتب له كل شويه سيكونس 20. فالصح اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هقول له هنا السيكونس بتاعي، اقوم شايل دي وقايل له خليه نفس الرقم الموجود فوق ده، واقول له اثبت لي الصف والايه والعمود واديله انتر. فهنا شاف هنا دي 20، فجاب لك اول 20. بس ناخد بالنا هنا لما جاب هنا في الفلتر في واحد جابه زياده، اللي جاي زياده ده هو مش زياده ولا حاجه، الفكره كلها ان هما اتنين نفس التاريخ، وانا جبت اكتر 20 واحد. تمام. بس في لما جيت عملت بقى الفلتر اكتشفت ان في واحد زياده نفس تاريخ، نفس التاريخ، لان هو انا قلت له الدرجه اللي اكبر منه يساوي التاريخ ده، فبالتالي لقى في شخصين نفس الحاجه فهو شخص مكرر. تمام. فهنا هن ايه هنضطر ان احنا نغير السيكونس دي. فالسيكونس هنا هنقول له ايه، بدل ما هي بتساوي كده هقول له بتساوي، في عندنا داله اسمها الكاونت ايه. طيب كاونت ايه اتفقنا انها بتعد الخلايا اللي فيها عناصر، فانا اقول له كاونت ايه وعد لي العمود ده واثبت العمود واقوم قافل. طب انا العمود ده فيه كام؟ اقول له هنا انتر. هنا عمل لي 23. طب ليه 23؟ لان هنا عد الصفين اللي في الاول، طب انا مش عايز اعدهم، فبالتالي اقوم قايل له هنا ايه، قبل ما اقفل القوس اقول له ناقص 2. ليه ناقص 2؟ لان انا محتاج اشيل اول صفين دول مش محتاجهم، وهقول له انتر. خلاص. فهنا جاب لي ايه السيكونس بالشكل ده. طب انا قلت له عايز اعلى 10، جاب له. طب اعلى 5، تمام، اعلى 20، اعلى 50 واحد. فكده بالنسبه لك بسهوله جدا تقدر تجيب ايه، اعلى 50 شخص، اعلى 30 شخص، وتقدر تدخلهم الايه التنسيق عندك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي استفسارات او اي حاجه حضراتكم حابين تسالوا عليها او تستفسروا عنها، او في داله مثلا مش واضحه حابين نشرحها بتمعن اكتر او بمثال توضيح اكتر، تمام، ممكن حضراتكم تكتبوها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنوفيكم بيها فيديوهات جديده باذن الله. السلام عليكم.